والمشكلة إن لحد النهاردة محدش عارف الحقيقة. هل الجريمة كانت بسبب سحر أسود ولا كانت عملية تجارة أعضاء؟ هنلخص الجزء الأول بس بسرعة عشان الناس اللي مشفتوش، ولو عايز تشوفه هتلاقيه تحت في أول كومنت. في سنة 2005 وفي قرية بني مزار بمحافظة المنيا، الناس صحيوا على صراخ هستيري وصوت ستات بتولول وعيال بتعيط، وحرفيا البلد كلها اتقلبت. ولما الجيران جريوا على مصدر الصريخ كانت الكارثة. في 3 بيوت مختلفة لقوا 10 جثث، رجالة وستات وأطفال، كلهم مقتولين بنفس الطريقة، مذبوحين من الودن للودن ومشقوق بطنهم، حتى أعضائهم التناسلية ما كانتش موجودة. ولما البوليس جه كانت التقارير المبدئية كالآتي: النيابة قالت في تقريرها إن القاتل استخدم سكين الأول في عملية الذبح، وبعد كده فتح البطن بمشرط طبي بدقة رهيبة لدرجة إن الشق على قد الجلد